السلام عليكم أيها الشعب المسعود المفلس الحزين في مهلكة سلمانكو اللئيم ابن اللئيم. حذروا يا مشاهدين، خصوصا أنتم يا دبابيس، وش راح نفطر عليه اليوم؟ اليوم راح نفطر على أمير سفيه من خمة المراخين. هذا الأمير أبوه جته جلطة بسبب إنه بلع 3 حبات فياجرا مرة واحدة وضربت الفيوز عنده، ومنها ما قامت له قايمة. ولد هذا الأمير اسمه منصور، مات في أمريكا سنة 2009 بجرعة زايدة من الزعفران. أكيد إنكم عرفتوه، إنه السفيه مولاي، يخسي يكون مولاي، إنه السفير محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود، سفيه خادم الحرمين الشريفين في لندن. الحكي عن هالملعون في رمضان ما يفطر، على العكس في ثواب عظيم. وهالأمير السكرجي ذا ما بغيت أحكي عنه رغم ما ينشر عنه من مخازي. ترى والله عندي كلام عنه من سنين إنه ابن 66 كلب، حتى إن واحد من السفارة مرة اتصل علي وقال تكفى يا غانم، خذ كاميراتك والحق صور السفيه، تراه موجود في المكان الفلاني، جايبين العيد ومأجرين الدور الثاني والثالث، والحريم يقامزون على بطنه وعلى ظهره. اللي استفزني إن هذا السفيه يسوي كل المخازي بس قلبه عامر بذكر الله، وفمه تفوح منه ريحة الخمور في رمضان وفي يوم الجمعة بعد. وذا الحين هالأمير يبارك لسلمانكو برمضان، ويبارك بعد للشعب المسعود العظيم. تشوف تغريداته تقول إنه إنسان صاحي ويصوم ويصلي ويعتكف وما تفوته ولا صلاة حتى صلاة التراويح. هذا السفير من يوم ما عينوه في لندن وريحته تفوح، حتى إنه معروف في الأوساط الدبلوماسية العربية والإسلامية والأجنبية بأنه السفير السكران، رجال ما يصحى. وهذا يذكرني بأبوه نواف بن عبد العزيز اللي كان ما يصحى في شبابه ودايما سكران، سواء داخل المهلكة أو برا المهلكة، إلين مات أبوه وهو سربوت أصلا، ما ترك العربدة ولا السربتة ولا أدوية الفحولة. تدرون إن نواف بن عبد العزيز عين عبد الله الأطرم، عينه رئيس الاستخبارات العامة، وأخذه معه إلى قمة بيروت في عام 2002. وهناك ترك نواف الوفد وراح وسوى له جو خاص وجاب له مزز، ومن حماسة الأمير نواف غامر وبلع 3 حبات فياجرا مرة واحدة وطاح، وقالوا إنه أصيب بوعكة صحية. لكن المستشفى الأمريكي في بيروت قال إنه صارت فيه جلطة دماغية، وكلها كم شهر وشالوه من الاستخبارات، وبعدها مات إلى جهنم وبئس المصير. الحين هذا الولد محمد بن نواف مثل أبوه تماما، سكران ليل نهار، ويسحبونها إلين فراشه وما يقوم إلا بعد الظهر من سريره. لكنه مثل أبوه بعد ما يفوت صلاة الجمعة في مصلى السفارة، ولسانه دايم يتمتم بذكر الله وتطبيق الشريعة الإسلامية وخدمة الحرمين الشريفين، وما ينسى بعد يهني بالعيد ويستقبل المشايخ، يعني مثل رئيس رابطة العالم الإسلامي، ومثل الشيخ المحبوب المهيوب السديس رضي الله عنه، ومثل إبراهيم آل الشيخ اللي يقولون إنه مزور شهادة بنته أنها درست في الجامعة الأمريكية في بيروت.
الآن جايكم هذا الأمير ولد نواف يبارك لكم بالشهر الفضيل، بس لابد أولا يبارك لمولاه السفيه سلمانكو، وبعدين يجي الدور عليكم يا أبنائه وبناته المبتعثين. ما أقول إلا انتبهوا لعيالكم من هالأمير السفيه، لا تخلونهم يقربون منه، ترى والله لا ذمة ولا ضمير. أنصحكم لا تخلونهم يروحون للسفارة بالحالهم، يعني بدون محرم. وقد أعذر من أنذر. هذا الأمير المؤمن اللي لابس إحرام العمرة ويصلي صلاة العيد في المصلى بالسفارة مع المسلمين، ترى ما يعرف الله نهائيا. هذا هو نفسه النسخة الأصلية بعد العمرة والإيمان الطاري. ركزوا عليه زين. السفيه أبو كرشة كان السفيه راجع من الحج على يخت ملكي، ومعه المزز قاعد يشرح لهم تفسير سورة الإخلاص. لا تفهمون الأمير غلط يا مال الشحم، ترى قاعد يدعوهم إلى الإسلام على طريقة عزوز ابن أبيه، وعلى طريقة ولد عمه الدب الداشر اللي حاول يقنع شاكيرا وبنت كارديشيان بالدخول في الإسلام، بس ما أفلح معهم رغم جهوده العظيمة وقدراته الإقناعية. على فكرة حتى نواف الفياقرة مؤمن وتقي، شوفوه قاعد يصلي مع فيصل، بينما هو كل حياته رحلات وسفرات وتهييص وسربته، وآخرتها عينه فيصل مستشار له لشؤون الخليج. وكان نواف مبسط مع ولد شقيقه طلال، ونقصد هنا الوليد بن طلال، كان يهيص معه في القصور وعلى اليخوت، وهكذا وهكذا وهكذا. الله يرحمك يا ناصر السعيد، صاد على نواف كم صورة وهو سكران في بيروت، ما أدري في القاهرة، تشوفونها تحصلونها في كتابه اللي اسمه تاريخ آل سعود. بس أنا اللي محيرني هالبقرة نواف شلون خلوه رئيس الاستخبارات، واحد أطرم وجاهل ولا عنده خبرة ولا قد مسك منصب، راس ماله انجيناته من جهة أمه البقرة الحمراء ومن جهة أبوه الملك الموسوس، وجا الأطرم عبد الله وعينه رئيس الاستخبارات نكاية بشقيقة طلال. وموضوع السلام وموضوع البحث عن السلام وموضوع الوضع السلمي، لأنه هذا هو الموضوع اللي الآن أثبتت أنه إسرائيل نفسها هي التي تقاوم أي مجهود سلام. واحد اسمه وليد الحاج اشتغل يجي 30 سنة سكرتير خاص عند نواف بن عبد العزيز، ويوم أصيب نواف بالجلطة وصار مقعد انقلوا كفالته إلى معالي السفيه محمد بن نواف. ما طول وليد الحاج مع السفيه ورفع على السفير دعوة في المحاكم البريطانية، يقول إن ولد نواف قاطمني ب3 ملايين جنيه استرليني، وجاب للمحكمة الفواتير اللي صرفها ولد نواف، وبعدين رفض يدفعها، وبينها سيارات وساعات ذهبية وملابس وسجاد إيراني وحتى قطوة إيرانية وببغاء ومناظير رؤية ليلية ما أدري وش يبي يشوف بها في الليل. أكيد إنه يبي يتفحص ويراقب خلق الله. هذا غير المسدسات التشيكية والسيوف والحلويات والملابس والهدايا، وما خلى شيء ما اشتراه ولد نواف. وغير كذا كان عند الأمير محمد بن نواف السفيه ابن السفيه سفير خادم الحرمين السفيه، كان عنده مصاريف على سكر وعربدة وحريم في المغرب، وهاتيك يا أجنحة في الفنادق، والكاش يدفع بالأيدي يوزعها على اللي تقرأ عليه سورة الفاتحة. عيال الكلب المراخين
لو يفسدون ويفسقون ويسكتون ويدارون أنفسهم وينكتمون ويكتمون مصايبهم كان شوية تنبلع القضية. بس إذا جاك مثل هذا الحمار محمد بن نواف ما يجيب خبر لأحد ولا يعتبر إنه مسوي شيء غلط وعيونه قوية زيادة على أنها حمراء من الكمخ ويتكلم في الإسلام بعد. نحن لا نخشى أحدا ولا نجامل على حساب الحق، لأننا مؤمنون بالله عز وجل، ثم بقدراتنا وتوجهاتنا الخيرة والمحبة للسلام والعدل وعدم التدخل في شأن الشعوب الأخرى. ما هي غريبة على المراخين، هذا عندكم الدب الداشر يسرقكم على الهواء مباشرة ويصرف المليارات على الهواء مباشرة ويشتري أشياء مو ب3 ملايين دولار مثل هذا السفيه المسكين، يشتري جزر في المالديف ويصرف عليها بعد بالمليارات ويشتري ب2 مليار يخت، ومع هذا وجهه مثل مقفاه، ما يستحي الدب الداشر. هقول بس شوف وجه العنز واحلب لبن، سيم سيم بابا بقرة، هذا شماغ أبيض وهذا شماغ أحمر، سيم سيم سيف ذهب بس مخ تنك خربان. السفارة في لندن تنصح المواطنين بالالتزام بالأخلاق السعودية السمحة، وأول النصايح تقول أنت لا تمثل نفسك، أنت سفير وطنك. طيب هذا سفيركم وش سوي هذا نفر؟ هذا سفير ودي فلوس مال هرمة، سوي حفلة، روح بهر بعدين فسخ ملابس، ايش كلام. تاني مرة ما في هذا سفير سوي سكران بعدين نقول سعودي نووي، سعودي ما في نووي، سعودي في منوي. وإلى هنا أعزائي المشاهدين، أنا غانم قاهر آل سعود، أترككم في رعاية الله. وإذا عجبتكم الحلقة اضغطوا لايك وسبسكرايب وانشروها مع أصحابكم، وأطقع ما تشوفون خادم الحرمين وسفيهه السفير محمد بن نواف وآل سعود عن بكرة أبيهم. ورمضان كريم وبارك الله لنا ولكم فيه، وجعل إن شاء الله أعمالكم خالصة لوجه الله، وأترككم في رعاية الله وإلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أليس كذلك؟ لا تخرعون يا حبايبي.